قلة الرغبة الجنسية مرض ولا طبيعي؟ من الآخر خليك صريح مع نفسك شوية وجاوب على السؤال ده. امتى آخر مرة حسيت ان رغبتك الجنسية مش زي الأول؟ آخر مرة حسيت انك مش في المود وان الموضوع بقى تقيل بدل ما كان طبيعي وسلس؟ وهل ده مرض ولا حاجة طبيعية ولا أعراض السن ولا يمكن ضغط شغل ولا مجرد تعب ولا حاجة في الهرمونات ولا كلها مشكلة نفسية ولا انت بتكبر الموضوع زيادة عن اللزوم؟ في ناس كتير ترد تقولك ده شيء طبيعي وكل الناس كده، وناس تانية ترد تقول لا ده حاجة خطر ومحتاج علاج فورا. طب والحقيقة ايه؟ الواقع أعقد من كده بكتير. قلة الرغبة الجنسية موضوع حساس جدا، بس في نفس الوقت موضوع علمي جدا وليه أسباب طبية واضحة، وكمان ليه أسباب نفسية، وفي طبعا عوامل حياة، وللأسف ليه خرافات كتير منتشرة وأغلبيتها أكتر من الحقيقة. النهاردة هجاوبك على كل الأسئلة اللي بتدور في بالك، طبعا من غير إحراج لكن بالعلم بالأرقام بالطب الحديث، ولو في حاجة لازم تقلقك هقولك، ولو حاجة طبيعية هطمنك. يعني إيه قلة رغبة جنسية أصلا؟ قلة الرغبة الجنسية مش معناته انك ما بقيتش بتحس وبقيت عديم الاحساس خالص، ومش معناته انك بقيت فاقد القدرة الجنسية. الرغبة الجنسية هي الدافع النفسي والعصبي والهرموني اللي بيخليك عايز قرب، عايز تفاعل، عاوز ممارسة. ممكن واحد يكون عنده الانتصاب طبيعي او استجابة جسدية طبيعية بس الرغبة نفسها ضعيفة، وده فرق مهم جدا. علميا الرغبة الجنسية ناتجة عن تفاعل معقد بين الدماغ، الهرمونات، الحالة النفسية، وطبعا العلاقة مع الطرف الآخر والحالة الصحية العامة. أي خلل في المنظومة دي ممكن يقلل الرغبة. طب هل قلة الرغبة الجنسية حاجة طبيعية ولا مرضية؟ الإجابة الصادمة إنها ممكن تكون حاجة طبيعية جدا، وطبعا ممكن تكون مرض. طب طبيعية إمتى؟ لما تكون حاجة مؤقتة مرتبطة بضغط، تعب، قلة نوم، مشاكل نفسية أو ظرف في حياتك. ومرضية لما تكون حاجة مستمرة مزمنة مزعجة مأثرة على حياتك ومفيش سبب واضح. الطب الحديث ما بيعترفش بقلة الرغبة الجنسية إلا لو مستمرة شهور ومعاها تأثير نفسي أو اجتماعي، ومش مجرد اختلاف طبيعي في المزاج. يعني بالبلدي مش كل قلة رغبة محتاج علاج، بس كمان مش كل قلة رغبة ينفع تتساب. ايه دور الهرمونات في الرغبة الجنسية؟ الهرمونات لاعب أساسي بس هو مش الوحيد. أهم هرمون هنا هرمون الذكورة، واللي هو مش بس مسؤول عن الانتصاب لكن مسؤول عن الرغبة نفسها. الانخفاض في الهرمون ده ممكن يؤدي لقلة رغبة واضحة، كسل، فقدان في الشغف، ضعف عضلي، زيادة دهون. لكن مش كل واحد عنده قلة رغبة يبقى عنده نقص هرمون ذكورة، وفي نفس الوقت مش كل واحد عنده نقص هرمون بيحس بقلة رغبة بنفس الدرجة. وده بقى يعلمنا ان العلاج ما ينفعش يكون عشوائي. هل الضغط النفسي والتوتر ممكن يقتلوا الرغبة الجنسية؟ ايوه، وللأسف وبقوة. الضغط المزمن بيرفع هرمون التوتر، والهرمونات دي بتقف حرفيا ضد الرغبة الجنسية. الدماغ لما تكون في وضع خطر أو ضغط كتير بيتعامل مع الجنس كرفاهية، أبدا ما بيتعامل معاها كأولوية. وده السبب الشائع للناس شغلها مرهق، مسؤولياتهم عالية قوي، تفكيرهم ما بيقفش. وعلى فكرة هنا الموضوع مش ضعف، دي فسيولوجية طبيعية. هل مرض الاكتئاب وقلة الرغبة يكون ليهم علاقة؟ علاقة قوية جدا. الاكتئاب بيقلل الدافع والاستمتاع والمتعة، والرغبة الجنسية جزء من منظومة المتعة في الدماغ. والمشكلة الأكبر إن بعض أدوية الاكتئاب نفسها ممكن تزود قلة الرغبة دي، يعني اللي بيعالج اكتئاب يبوظ الرغبة الجنسية. عشان كده مهم جدا التشخيص الدقيق، اختيار علاج مناسب، ومتابعة مستمرة، مش إننا نسكت أو نلوم نفسنا. هل موضوع السن فعلا بيقلل الرغبة الجنسية؟ السن ممكن يقلله بس مش بيمحيه. طبعا في تغيرات طبيعية مع كبر السن، بس فقدان الرغبة بالكامل مش لمجرد انك كبرت. في ناس في الستينيات والسبعينيات عندهم الرغبة الجنسية طبيعية وشغالة زي الفل. الفرق هنا في الصحة العامة، الرياضة، النوم، أمراض المزمنة، وطبعا الأدوية. يعني صحيح ان السن عامل بس مش حكم نهائي. هل السمنة وقلة الحركة ليهم دور في قلة الرغبة الجنسية؟ دور كبير جدا. السمنة بطبعها بتأثر على الهرمونات وعلى الدورة الدموية
وطبعا في الثقة في النفس والطاقة كمان. قلة الحركة بتقلل إفراز المواد الكيميائية اللي بتحسنك نفسيا، عشان كده تحسين نمط الحياة ساعات بيكون أقوى من أي علاج دواء. هل المشاكل الزوجية والعاطفية ممكن تكون سبب في ضعف الجنسي؟ أكيد طبعا. الرغبة الجنسية مش منفصلة من المشاعر، التوتر والزعل، الإحساس بعدم التقدير، خلافات متراكمة، كل ده بيطفي الرغبة حتى لو الجسم سليم 100%. وساعات العلاج ما بيكونش دواء، أحيانا بيكون حوار، وأحيانا محتاج مساعدة من متخصص. هل في تحاليل لازم تتعمل للكشف على ضعف الجنسي؟ بصراحة مش لكل الناس، لكن لو المشكلة مستمرة وشديدة أو معاها أعراض تانية، ساعتها التحاليل ممكن تساعد الدكتور يكمل الصورة. الفكرة هنا مش في عدد التحاليل والمعمل، الفكرة في تفسير صح. امتى لازم أقلق من الضعف الجنسي واطلب مساعدة طبية؟ تقلق وتروح للدكتور لو حاسس إنك مش زي نفسك، حاسس إن الموضوع مأثر عليك، حاسس إنك تايه أو بتلوم نفسك. ساعتها طلب المساعدة قوة مش ضعف. قلة الرغبة الجنسية مش عيب ومش فشل ومش حاجة نخجل منها، دي رسالة من جسمك محتاجة فهم مش لوم. الخلاصة يا جماعة، لو وصلت لحد هنا في الفيديو يبقى الموضوع يهمك، وده في حد ذاته خطوة مهمة. عاوزك تطلع من الفيديو ده بحاجة واحدة: ما تلومش نفسك، وكمان ما تهونش المشكلة. افهم واسأل وتعامل مع جسمك بالعلم مش بالخوف. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده قلة الرغبة الجنسية، مرض ولا طبيعي؟ من الآخر.